الفيديو ده معانا فيديوهين من نار وقصف جبهات من نار. معانا فيديو لهاني حتحوت وهو بيزايد على النادي الاهلي بسبب عدم ضم لاعبيه للمنتخب الاولمبي. اما الفيديو التاني للاستاذ محمد شبانة وهو بيهاجم هاني حتحوت بسبب المزايدة على النادي الاهلي بعدم ضم لاعبيه. اسمع معايا هاني حتحوت وبعدين نرجع نرد عليه بالفيديو التاني. اسمع معايا كده. المنافسين انا زعلان جدا زعلان جدا لانه وصلنا للمكان ده بالقائمه دي. كان هيبقى احسن بكتير لو كنا معانا عبد المنعم. الراجل كان عارف هو عايز ايه، الراجل كان واضح جدا انه عارف نواقص المنتخب، عارف ان محمد عبد المنعم محتاجينه، عارف ان امام عاشور في نص الملعب محتاجينه، عارف ان تريزيجيه كنا محتاجينه ما نفعتش عشان فريقه الاجنبي، عارف ان مصطفى محمد كنا محتاجينه ما نفعتش علشان اصابته، عارف انه محمد صلاح طبعا كنا محتاجينه ما نفعتش عشان فريقه الاجنبي. بس عتاب، انا اسف جدا، انا اسف، عتاب لابد منه للاهلي على عدم ترك لاعبيه. عارف ان هيترد عليا، ما هو الاهلي ياما ساب، الاهلي ياما ساب. انا بتكلم على حالتنا احنا النهارده مفتقدين، والنهارده والماتشات اللي فاتت مفتقدين للاعبين كانوا ممكن يخلوا الحلم الذي لم يتحقق حتى الان حقيقه بكل تاكيد. يعني تغليب مصلحه المنتخب اللي الكل بيلتف حواليه لما بيكسب كانت اولى بكل تاكيد من تغليب مصالح اقل اهميه، بالنظر لفارق الامكانيات على مستوى القوائم. قائمه الاهلي لو اتشال منها عبد المنعم او امام عاشور كانت مش هتاخد الدوري، كانت هتاخد الدوري بالثلث برضه عادي جدا. قائمه الاهلي اللي بيطلع في الدقيقه 70 وبينزل مكانه 3 4 لعيبه بيعملوا احسن من اللي طلع. محمد عبد المنعم ما بيلعبش بقاله ماتشين، ياسر ابراهيم قادر عادي جدا هو ورامي ربيعه يمنعوا اي تقدم للمنافسين. امام عاشور هو مرهق جدا وهو بيلعب الماتشات الحاليه مع الاهلي، في غيره قفشه ما بيشمهاش في الملعب دلوقتي، لكن لما بينزل بيكسب الاهلي بالاجوال وبالاسيستات. فالمنتخب ده كان محتاج اللعيبه دي برؤيه المدرب ده اللي هو مستر روجيريو ميكالي. انا مش هرد عليك، انا هجيب لك الاستاذ محمد شبانة هيرد عليك رد ناري وهيفحمك من الرد بتاعه. اسمع معايا كده رد الاستاذ محمد شبانة هيقول له ايه. اسمع معايا كده. انا ما بحبش طريقه المزايده، يعني انا ما ينفعش ازايد على نادي الزمالك او ازايد على نادي بيراميدز حتى او ازايد على النادي الاهلي. ما وصلنا سيمي فاينال وبعد الماتش الكبير اللي قدمه منتخب مصر امبارح قدام فرنسا لقيت مزايدات شغاله. هو لو كان الاهلي ساب عبد المنعم وساب امام عاشور مش كان زمان المنتخب كسب فرنسا؟ تخيل، يعني لو الاهلي كان ساب عبد المنعم وساب امام كان المنتخب مصر كسب فرنسا. طيب، مع انه مش ذنب اي نادي، مع ان برضه نادي البيراميدز ما سابش مصطفى فتحي، ما سابش اي لعيب، وده مش ذنبه. ولا نادي ليفربول ساب صلاح، ولا نادي نانتي ساب مصطفى محمد، ولا نادي بتاع طرابزون ساب تريزيجيه. لو انا هزايد، يعني لو همشي في سياسه المزايده، طب منها ما راحش ليه؟ طب ما هو صلاح ما راحش ليه؟ طب ما مصطفى محمد ما راحش ليه؟ طب اشمعنى تريزيجيه ما راحش؟ طب مرموش ما راحش ليه؟ طب مرموش لما اتصاب معسكر المنتخب الاول في ايديه وما جاش الماتشين بتوع تصفيات كاس العالم اللي فاتوا نزايد عليه؟ طب حمدي فتحي ما راحش ليه؟ الوكره القطري. طيب بلاش كده. طب منها ما راحش سردباك، ماشي. ما فيش في الدوري المصري لاعب سردباك في ال 17 نادي التانيين ينفع يبقى مع حسام عبد المجيد وعمر فايد؟ مفيش ولا لاعب سردباك. يعني مش احمد سامي ومحمود مرعي واسامه جلال في بيراميدز؟ هو مش محمد اسماعيل والعش في زد؟ طبعا ابو الصحابه، انا عايزك تعمل لايك وشير للفيديو ده عشان خاطر رد محمد شبانة يوصل لهاني حتحوت اللي دايما انتمائه على القهوه بيغلب عليه، واحنا ما بنتكلمش عليه ان هو اعلامي غير شاطر، لا هو اعلامي شاطر وبينتقي الالفاظ كويس، لكن حتما ودايما انتمائه بيتغلب عليه على الهوا وبيقول كلام على النادي الاهلي ما بيطلعش يقوله على نادي الزمالك. فهنا انا جبت له اعلامي محترم برضك وبيقدر يرد عليه. وعايز افكرك بحاجه، ان محمد شبانة ده كان في الاول بينتمي لنادي الزمالك
قولا واحدا محدش يقدر يغير الحقائق دي، لكن هو ماشي كمحايد وبيتكلم بالحق وبيتكلم بالمنطق والعقل اللي الناس كلها المفروض تتكلم بيه. لكن هنا هاني حتحوت شايف حاجة تانية. اتمنى يا ابو الصحاب تنزل تقول لي رأيك في الكومنتات على الموضوع ده، لان رأيك بيكون مهم جدا، وانا بشوف الكومنتات كتير وبنقدر نحلل وجهة نظر الرأي العام. شكرا لكل الناس.